كواليس 90 دقيقة بها الكثير من الدراما جمعت بين نتنياهو وترامب، نحكيها لك في أقل من 3 دقائق. في تطور درامي لافت، شهد البيت الأبيض مساء الثلاثاء اجتماعاً مثيراً امتد لساعة ونصف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. خرج منه الأخير صامتاً دون أن ينطق بكلمة واحدة أمام الإعلام، في مشهد أثار التساؤلات. هذا اللقاء لم يكن عادياً، بل جاء بعد 24 ساعة فقط من اجتماع سابق بينهما، ليعقد اللقاء الثاني فجأة وخارج الجدول المعلن، ويغلق بابه أمام الصحفيين باستثناء جزء بسيط شارك فيه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس. وفقا لصحيفة إسرائيل هيوم، ركز الاجتماع بشكل كبير على ملفين ملتهبين: غزة وإيران. بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، مارس ترامب ضغوطا غير مسبوقة على نتنياهو، مطالبا إياه بوقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، في حين أكدت شبكة سكاي نيوز البريطانية أن ترامب يخطط لتصعيد الضغط أكثر وأكثر على إسرائيل لإنهاء الحرب، وهو ما أكده مصدر دبلوماسي قائلا: الضغط الأمريكي بدأ الليلة وسيكون شديدا. وماذا عن إيران؟ لم تغب إيران عن الجلسة، فقد ناقش ترامب ونتنياهو الخطوات اللازمة لمنع استئناف البرنامج النووي الإيراني، ووقف تطوير الصواريخ الباليستية التي ترى واشنطن وتل أبيب أنها تهدد أمن المنطقة والعالم. الأكيد فيما يتم تداوله أن هناك خلافات واضحة في الرؤى، بحسب وكالة رويترز التي أكدت وجود تباين بين ترامب ونتنياهو في أهداف كل منهما تجاه إيران وغزة والشرق الأوسط بأسره. فرغم الضغوط لم يبدي نتنياهو أي تراجع، مجددا رفضه القاطع لفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ومؤكدا أن إسرائيل ستحتفظ دائما بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة، مما يعقد مستقبل أي تسوية محتملة. لكن ما لفت الأنظار أيضا خروج نتنياهو من الاجتماع الأخير بلا تصريح واحد، ما فتح باب التكهنات. هل خضع للضغط الأمريكي أم أنه يخطط للمناورة في اللحظة الأخيرة؟ هذا ما ستحسمه الأيام القادمة، فهي وحدها كفيلة بالإجابة.